أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهل للأبراج. أهلا بك يا برج الميزان. مساء الطاقة الإيجابية عليك ومساء الفرح والسعادة والوفرة. أهلا بك مرة ثانية يا برج الميزان. النهاردة هنتكلم عن قراءة تفصيلية لحياتك المهنية والعاطفية والصحية، وهنتكلم عن 9 أشياء سارة ستحدث معك في الفترة القادمة. القراءة دي طبعا قراءة عامة، يعني تنفع للرجال والسيدات وكمان تنفع لجميع الأعمار. وكمان أحب أذكركم يا برج الميزان، لو أول مرة تشوف القناة شرفني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد. وكمان للاستفادة من تلخيص الكتب، احنا عملنا قناة اسمها قناة الكبسولة. القناة دي هسيب لك اللينك بتاعها في أول تعليق أسفل الفيديو، وكمان هسيب لك لينك آخر في صندوق الوصف. حاول يا برج الميزان إنك تشترك فيها علشان هتستفاد منها في حياتك المهنية. هتعرف أسرار الأغنياء، هتعرف أسرار كيف تجلب المال، كمان هتعرف أسرار الحياة العاطفية مع الدكتورة الممتازة طبعا معروفة. إن شاء الله اشتركوا في القناة وتابعوا في القناة وهتعرفوا أشياء جميلة تبهركم بإذن الله. برج الميزان، عندكم الفترة دي تغيرات هتقلب الموازين، وفي عندك 9 أشياء سارة ستحدث لك بإذن الله. بالفعل يا برج الميزان في عندك تغيرات مهنية وعاطفية هتغير حياتك 180 درجة، ولكن التغيرات دي اللي هتقلب الموازين يا برج الميزان هتكون لصالحك. هتكون لصالحك، يعني في عندك تغيرات قدرية لكن في مصلحتك، وفي كمان تغيرات قدرية ما كنتش انت عامل حسابك فيها يا برج الميزان. ففي تلك الأحوال يا برج الميزان أنا عايزك تفرح وتنبسط، لأن التغيرات دي هتكون لصالحك بإذن الله، سواء في العمل أو حتى في حياتك العاطفية أو الصحية. برج الميزان في 9 أشياء سارة ستحدث لك في الفترة دي، اللي هي هتبدأ بإذن الله من غدا يوم 15 يونيو حتى آخر شهر أغسطس لعام 2024. يا ترى إيه ال9 أشياء السارة اللي هتحدث لبرج الميزان في الفترة القادمة؟ أولا يا برج الميزان عندك حدث سار وهو خطوبة أو زواج. خطوبة أو زواج. الخطوبة أو الزواج دي لأصحاب برج الميزان، لأن في عندك فرحة في بيتك يا برج الميزان. ممكن إذا كنت غير متزوج الخطوبة دي أو الزواج هتكون ليك من نصيبك، أو لو أنت متزوج ممكن تكون لأحد المقربين منك، لأن أنا شايف أصحاب برج الميزان عندهم فرحة في بيتهم وفي سعادة داخل البيت. كمان في حدث ثاني يا برج الميزان وهو رجوع للمنفصلين بنسبة عالية. طب لماذا هيرجع المنفصلين في الفترة دي؟ لأن أصحاب برج الميزان هيكون عندهم قوة جذب وقوة تفاوض لحل أي مشكلات وإنهاء أي خلافات قديمة. يعني هيكون برج الميزان هيخف من عنده أو هيخف عليه الضغوط، سواء ضغوط مهنية أو عاطفية أو حتى صحية. يعني برج الميزان كان شايل همه وهم غيره الفترة اللي فاتت، لكن أصحاب برج الميزان الفترة دي مفيش قيود عليهم، مفيش ضغوط عليهم، سواء ضغوط مالية أو مهنية. فهيكون عنده القدرة برج الميزان على الصلح، يتصالح ويتفاوض على حل أي مشكلة كانت تخصه أو تخص غيره، لأنه بالفعل برج الميزان هيلعب دور الوسيط بين المتخاصمين من أفراد أسرته أو من أفراد عائلته أو من أصدقائه لحل أي خلاف قديم. برج الميزان كمان من الأشياء السارة اللي هتحدث فيك وهي عندك حصولك على المال. عندك الفترة دي مبالغ مالية قيمة يا برج الميزان، ممكن تكسبها عن طريق صفقة أو عن طريق بيع أو عن طريق شراء أو عن طريق ميراث أو عن طريق علاوة. هيكون في أصحاب برج الميزان في فلوس حلوة في إيديهم، فهيكونوا مبسوطين وهيلاحظوا إن الدنيا بتضحك ليهم مرة ثانية، وكمان الضغوط المالية اللي كانت عليهم هتخف بطريقة كبيرة جدا جدا. كمان من الأحداث السارة يا برج الميزان وهو عندك استقرار وهدوء عاطفي. في عندك استقرار بالفعل وهدوء عاطفي
بتعيش انت وحبيبك كل منكم معتمد على الآخر، في عندكم سفر للسياحة أو للراحة أو للنزهة، أو انت هتسافر انت وحبيبك لقضاء فترة جميلة كشهر عسل، أو بتعيشوا حياة لطيفة مع بعض. فهيكون دي فترة من الأحداث السارة اللي هتعملها الفترة اللي جاية يا برج الميزان. كمان برج الميزان من الأحداث السارة اللي ليك هيكون عندك شراء شيء غالي الثمن، ممكن يكون شقة أو عقار أو سيارة. هتكون مبسوط جدا جدا يا برج الميزان، وهتكون في قمة الفرحة والسعادة. كمان برج الميزان هيكون بينك وبين من الأحداث السارة أيضا، هيكون بينك وبين شخص انت كنت بعيد عنه وهو بعيد عنك، هتلاحظ انه هيرجع لك يا برج الميزان. وده هيسبب لك سعادة قوية جدا جدا، لان لاحظت انك يعني كنت منتظر هذا الشخص، وهو شاء الوقت والقدر انه يرجع لك تاني، وهو هيرجع لك وهو ندمان انه بعد عنك يا برج الميزان. كمان من الاحداث السارة لاصحاب برج الميزان الفترة اللي جاية دي، هيكون عند اصحاب برج الميزان كاريزما خاصة. الكاريزما دي في الشكل، في المظهر، في اللبس، في كل شيء، في الكلام. هيكون أصحاب برج الميزان سعداء بالفعل إن هم هيكونوا عندهم ثقة في النفس قوية جدا الفترة اللي جاية دي، فهيظهروا بشكل يلفت الأنظار إليهم. برج الميزان كمان من الأحداث السارة دي اللي هتحصل معاك بإذن الله، هو عندك طاقة استشفاء من تعب معين أو من شيء أنت كنت بتمر بيه يا برج الميزان. فهيكون بالفعل عندك طاقة استشفاء إلى حد كبير للبعض منكم طبعا. برج الميزان أخيرا في حدث سر هيحدث ليك، وهو إنك يعني نقول لبرج الميزان هيكون عندي سهرة ممتعة مع الأصدقاء مع الأقرباء في نهاية هذا الشهر. ودي هيسبب لي فرحة قوية جدا، لأنه هيسمع فيها أخبار سارة، وكمان في عنده أمنية من الماضي سوف تتحقق لأصحاب برج الميزان في الفترة دي. أنا مش هطول عليك يا برج الميزان، لكن إذا عجبك الفيديو شرفني بالاشتراك، وإلى اللقاء. وما تنساش الاشتراك في قناة الكبسولة، لأنها هتساعدك مساعدة قوية في فهم بعض الكتب وتلخيصها، وكمان هتستفاد منها مهنيا وعاطفيا بإذن الله، لأنها هتظهر لكم بعض الكتب على الحياة العاطفية وعلى الحياة أيضا المالية. وإلى اللقاء.